بتبدأ القصة بتقديم لين شينج، واللي هي بنت مدلعة من عيلة غنية وبتشوف نفسها كأميرة. لين شينج عايشة مع مرات أبوها وأمها الحقيقية، واللي في السر هي الزوجة الحقيقية لوالدها الميت. السر ده علشان يحمي أمها من نظرة وعداوة العيلة الكبيرة اللي عمرهم ما وافقوا على علاقتهم. لكن قدام الناس لين شينج بتتقدم على إنها بنت مرات أبوها مش بنت أمها الحقيقية. وعلشان قربت شركة العيلة تفلس، بيتقرر جواز لين شينج من ابن واحدة من أغنى العائلات في الصين. مرات أبوها مينج لي بتقول لها إنها هتقابل خطيبها في حفلة في الليل، وبتقول إنه هيكون لابس بدلة بيضة. في الحفلة لين شينج بتشوف شاب وسيم لابس بدلة بيضة وبيعزف على البيانو. من غير تردد بتقعد جنبه وبتعلن إنه محظوظ إنه هيتجوز أميرة زيها. الشاب واللي اسمه نينو بيبصلها بس من غير ما يرد. بعد شوية شاب تاني لابس بدلة بيضة بيقرب وبيعرف نفسه على إنه خطيبها تشو ياوي. لين شينج بتتلخبط وبتسأل نينو ليه ما صححش غلطها، وهو بيرد وبيقول لها إنه ما كانش عنده فرصة يتكلم، وبعديها بيمشي. لين شينج بتبدأ تتكلم مع تشو ياو وبتسأله لو كانوا اتقابلوا قبل كده. تشو ياو بيفتكر إنهم اتقابلوا وهم أطفال في حفلة، ولين شينج بتفتكر إنها اتهمته بكسر كوباية واللي خلى أبوه يعاقبه. بعد ما افتكروا الحكاية دي تشو ياو بيهين لين شينج وبيقول لها إنها مدلعة وبيزقها وبيقول إنه مستحيل يكون مخطوب لواحدة زيها. لين شينج بتعترض وبتقول إن الخطوبة ما تقدرش تتلغي، لكن تشو ياو بيصر إنه خلاص عنده حبيبة، وبيقدم يو يونج الشغالة وصاحبته من الكلية للين شينج على إنها حبيبته. لين شينج بتبدأ تهين يو يونج، لكن تشو ياو بيدافع عنها، وعلشان تقدر تنقذ مستقبل عيلتها لين شينج بتشد تشو ياو من إيده وبتحاول تبعده عن يو يونج، لكن تشو ياو بيزقها وكلهم بيقعوا في حمام السباحة. تشو ياو بيساعد يو يونج تطلع من المية وبيسيب لين شينج، وبشكل مفاجئ نينو بينط علشان ينقذ لين شينج بدافع قلقه عليها ورغبته في حمايتها. وهو بيساعدها لمس جزء من جسمها بالغلط، وده بيخلي لين شينج تزقه وتقول إنه منحرف. وعلشان مصممة تكسب قلب تشو ياو لين شينج بتقرر إنها تدخل نفس الجامعة اللي بيدرس بيها. في اليوم التاني في الجامعة لين شينج بتقابل نينو لكنه بيتجاهلها. بعد شوية لما يو يونج بتوقع الكشكول بتاعها لين شينج بتاخده، لكن تشو ياو بيتهمها إنها بتضايق يو يونج تاني. يو يونج بتمشي من غير ما تقول أي حاجة، وتشو ياو بيتخانق مع لين شينج. لين شينج بتفضل هادية وبتدعيه علشان يخرجوا، وتشو ياو بشكل مفاجئ بيوافق وبيقول مكان تقابلوا فيه. وبعد ما بتنتظروا لساعات لين شينج بتكلمه وبتكتشف إنه كان بيهزر، وهي غاضبة ما بتاخدش بالها إن في حد بيصورها وهي مستنية، وبتوعد إنها تاخد بالطار. في المكتبة لين شينج بتشوف دب أبيض كبير وبتبدأ تتكلم عن خطتها إنها تخلي تشو ياو يحبها، وهي بتشتكي من نينو ما بتاخدش بالها إن الدب ده هو في الحقيقة نينو اللي شغال هناك. لما لين شينج بتحاول تمشي أمينة المكتبة بتطلب منها تدفع فلوس، لكنها ما عندهاش فلوس، وبشكل غير متوقع الدب بيدفع عنها، وده بيخلي لين شينج تتفاجئ. بتتبعه علشان تعرف هو مين، لكن نينو بيرفض يكشف نفسه. لين شينج بتجري وراه لكنهم بيسمعوا صوت ناس جاية، ونينو بيخبي لين شينج. بيكتشفوا إن الناس اللي جاية مجرمين. لين شينج بتجري مرعوبة لكن المجرمين بيشوفوا وشها، وعلشان ما عندوش حل تاني نينو بيتبع لين شينج، ولما بتقع بيشيلها وبيجري، وده بيخلي المجرمين يحلفوا إنهم ياخدوا بالطار من الشخص اللي لابس زي الدب. وبعد ما بيوديها لمكان آمن نينو بيختفي من غير ما يقول هو مين. في البيت لين شينج بتسمع من مينج لي إن صورها وهي مستنية تشو ياو اتنشرت على الإنترنت، وعلشان يتجنبوا الفضيحة العيلة بتجبر تشو ياو إنه يوصلها للجامعة. لما بيوصلوا بيشوفوا يو يونج ونينو مع بعض وبيكتشفوا إنهم أصحاب. تشو ياو على طول بيسيب لين شينج وبيمشي مع يو يونج، وده بيخليها متضايقة. لما لين شينج بتحاول تتكلم مع نينو بيتجاهلها، وعلشان مصممة تعرف عنهم لين شينج بتاخد الكاميرا بتاعتها وبتروح لحمام السباحة، لكن نينو بيشوفها وبيحذرها إن اللي بتعمله ده ضد القانون. بالصدفة الاتنين بيوقعوا مرة تانية ونينو بيلمسها تاني بالغلط، ولين شينج بتتهمه إنه منحرف. في حصة البيانو المدرس بيطلب من الطلاب يعزفوا لكن معظمهم بيفشل. لين شينج علشان تبهر تشو ياو بتقرر إنها تعزف قطعة صعبة أدائها بيكون رائع، ونينو اللي كان معدي بيشوف أدائها وبيمدحها. بعد الحصة لين شينج بتقرب من تشو ياو علشان تفكروا بخطوبتهم، لكنه بيرد بحسم إنها عمرها ما هتحصل علشان بيكرهها. تشو ياو بعد كده
بيمشي مع يو يونغ وده بيكسر قلب لين شي. نينو بيشوف الجدال وبيشعر بالشفقة عليها. لما نينو بيرجع البيت بيلاقي دفتر لينشينج وفيه رسمة ليه مكتوب تحتها صاحب الوش البارد، ودي أول مرة نينو يبتسم لما بيشوف الرسم. العيلتين بينظموا موعد لتشوياو ولينشينج في نفس الوقت. نينو بيشوف لينشينج في صالون تجميل وبيطلب بالسر أكل علشان يفرحها. لينشينج بتروح مطعم علشان تقابل تشوياو لكنها بتشوف يو يونغ شغالة هناك. واحدة تانية بتبدأ تضايق يو يونغ ولينشينج بتتدخل. الست بتشتم لينشينج وبتقول لها ده انت حتى خطيبك بيكرهك وبتوسخ فستانها. لما يو يونغ بتحاول تساعد لينشينج بتزقها بعيد. تشوياو بيوصل وبياخد الموضوع انه لينشينج هي اللي بتضايق يو يونغ تاني، علشان كده بيرمي مية على دماغها. لينشينج المحرجة بتسيب المطعم وهي بتعيط، بتقع على الأرض تحت المطر وهي مكسورة القلب. نينو بيظهر ومعاه شمسية فوقها. لينشينج بتلاحظ زي الدب جنبها وبتحضنه وهي بتعيط. تاني يوم الصبح لينشينج بتلاقي دب صغير بيفكرها بهدية من عمها. في الجامعة بتشوف نينو بيدرب يو يونغ وبتغير. لما يو يونغ بتمشي شوية لينشينج بتنادي نينو لكنه ما بيشوفهاش. لما نينو كان على وشك يعزف على آلته الموسيقية ورقة بتقع على وش يو يونغ. نينو بيلاقي رسالة من لينشينج في الآلة وبيبتسم لكنه بيخبي الموضوع عن يو يونغ. أم لينشينج بتوظف لها مدرس خصوصي وبيكون نينو، ورغم إن لينشينج كانت غاضبة وافقت تذاكر معاه بعد ما هددها إنه هيكشف خططها لتشو ياو. بالتدريج لينشينج بدأت تركز بدراستها. من جلي بتبلغ لينشينج إن هي وتشوياو هيكونوا واجهتين لعلامة تجارية جديدة. أبو تشوياو بيضغط عليه إنه يقرب من لينشينج لكن تشوياو بينضم لنادي موسيقي علشان يبقى قريب من يو يونغ. من جلي بتجبر لينشينج تنضم للنادي برضه. لينشينج وهي محبطة بتشكل نينو وهو في زي الدب. هو لاحظ إنها مرهقة وبعد كده اقترح عليها ترتاح وهو هيعزف ليها البيانو. لينشينج نامت على كتفه ونينو وهو بيشعر بمشاعر تجاهها شالها ووداها السرير. تاني يوم في نادي الموسيقى مفيش حد عاوز يشتغل مع لينشينج لكن نينو بيقرر يشاركها. الاتنين بيعزفوا مع بعض بشكل جميل وبيبهروا الكل. بعد الحصة تشوياو بياخد لينشينج على السطح وبيحاول يبوسها لكن لينشينج بتضربه بالقلم وبتقول إنها لو كان عندها خيار عمرها ما كانت هتختاره. نينو اللي كان بيتفرج من بعيد حس بالشفقة عليها. نينو بيتبع لينشينج وبيوقف حرامي كان بيحاول يسرق موبايلها. بيكمل يتبعها لحد ما بتقع جنب نافورة وبتبتسم وهي بتتفرج على الألعاب النارية. وهما بيدرسوا لينشينج بتحاول تتكلم مع نينو لكنه كان نايم وهي بتحاول تصحيه بتقع عليه بالغلط وده بيخليه يلمسها وبتقتنع أكتر إنه منحرف. تاني يوم نينو بالغلط بيدخل أوضة التبديل وهي جوه وبتتهمه تاني إن هو منحرف. في درس ركوب الخيل نينو بيكون مدربها. بيتخانقوا ونينو بيقع عليها وبدل ما يبوسها بيبدأ يغيظها وده بيخليها محرجة. لينشينج بتتخيل إنها تنتقم من تشو ياو ونينو لكنها بتفقد السيطرة على الحصان ونينو بينقذها بسرعة. لينشينج بتسمع عن حفلة رقص وعايزة تروح مع تشو ياو. بتسأل عن مدرس رقص وبتعرف إن نينو بيعرف يرقص لكنها بترفض تطلب منه المساعدة. في البيت نينو بيغيظ لينشينج لما لاحظ حبر على وشها وهو قرب يمسحه. لينشينج فكرت إنه هيبوسها تاني وحست بالإحباط لما ما عملش كده. لينشينج المحبطة بتروح المكتبة وبتلاقي زي الدب. بيأسها بتسأل لو الشخص اللي جوه بيعرف يرقص لكن كالعادة نينو فضل ساكت. ومن غير ما يكون عندها خيار تاني لينشينج أخيرا قررت تطلب منه يعلمها الرقص. لينشينج كملت متابعة نينو وشافته داخل مستشفى أطفال. دخلت وراه وبدأت تراقبه من بعيد لحد ما وقعت بالغلط. نينو ساعدها تقف وسألها بتعمل إيه هنا. لينشينج شرحت إنها جاية تلعب مع الأطفال لكنها بالغلط خبطت بطفل ووقع. نينو وهو غاضب قال لها إنه عارف إنها بتتبعه وإن المكان ده مش ملعب للأميرة. لكن بعد ما ساعد الطفل اللي وقع نينو لاحظ لينشينج بتحكي قصص للأطفال. راقبها من بعيد وهو بيبتسم. بعديها على طول نينو خرج لينشينج من المستشفى والأول مرة في حياتها خلاها تركب الأتوبيس. وبعديها نينو بدأ يعلمها الرقص ولدهشته اتعلمت بسرعة لكن مرة تانية بالغلط وقع فوقها والمرة دي بسها من غير قصد. لينشينج كانت غاضبة وصرخت فيه واتهمته انه سرق اول قبلة ليها. وبشكل غير متوقع نينو اللي ما قدرش يكتم مشاعره اكتر بسها تاني وقال لها انه ممكن يرجعها ليها وبسها بشكل اعمق. بعد كده نينو مشي بسرعة سايب لينشينج مصدومة من اللي حصل. تاني يوم
لينشينج ما قدرتش تبطل تفكر في اللي حصل، وكانت بتسأل نفسها ليه نينو عمل كده. ولما واجهته، نينو حاول يتهرب من الموضوع، لحظة إنه متوتر جدا لدرجة إنه كان ماسك الكتاب بالمقلوب. وبعد شوية لينشينج استلمت مكالمة من تشو ياو، والأول مرة نينو بيبان غيران، فخطف منها التليفون وقال لها إنه مش مسموح ليها إنها تتكلم مع حد أثناء الحصة. اليوم اللي بعده في المدرسة، تشو ياو قرب من لينشينج وقال لها إنه سمع صوت راجل على تليفونها، وسألها لو كانت بتقابل حد. وبغضب ردت عليه لينشينج وقالت إن جوازهم مش حقيقي، وإنه ما عندوش أي حق يعرف مين بتقابل أو بتعمل إيه. وبعد كده سابته وهو محبط من تصرفاتها. اليوم اللي بعده، أثناء ما لينشينج كانت بتذاكر مع نينو، الخدام قالوا لها إن تشو ياو جه علشان يزورها. وهي مندهشة، لينشينج بسرعة خبت نينو في أوضتها السرية. لما تشو ياو دخل، قالت له إنها تعبانة وطلبت منه يمشي. بعد كده رجعت لينشينج لغرفتها السرية، ونينو لحقها وهو بيزقها بطريقة مرحة. فجأة سمعوا حد جاي واضطروا يستخبوا سوا. بعد لحظات توتر افتكروا إن الوضع بقى آمن وقرروا يخرجوا، لكن لما خرجوا لقوا تشوياو واقف قدامهم. تشوياو كان مصدوم، وده عقد الموقف أكتر. تاني يوم انتشرت إشاعات في الجامعة إن لينشينج على علاقة بنينو. لينشينج وهي متضايقة واجهت نينو علشان تناقش الإشاعات، لكنه بكل هدوء قال إنهم مجرد أصدقاء، وده خلاها أكتر حيرة وغضب علشان باين عليه مش متأكد من مشاعره. لينشينج وهي حاسة بالوحدة راحت المكتبة علشان تقابل الدب، لكن أمينة المكتبة قالت لها إن الدب ما جاش اليوم. وبخيبة أمل قررت إنها تدور على نينو، وفي النهاية لقيته في مستشفى الأطفال. في اللحظة دي نينو حس بسعادة كبيرة وهو بيشوف لينشينج جنبه، وبدأ يدرك إنه مش هيقدر يستمر في إنكار مشاعره ناحيتها. في البيت نينو بدأ يفكر في كلام لينشينج لما وصفته إنه راجل ما بيعرفش يبتسم. الكلمات دي خلته يحاول يتمرن على الابتسام ويفتح مشاعره أكتر. في نفس الوقت تشوياو خطط لمقلب في لينشينج عن طريق وضع حشرات في خزنتها، لكن لما فتح الخزنة لقى لوحة لدب أبيض ومعاها رسالة بتسميه فارسها السري. الرسالة دي لمست قلب تشوياو وخلته يقرر إنه يكون الشخص اللي لينشينج بتشوفه كفارسها السري. بعديها تشوياو بيقرب من لينشينج أثناء تدريب ركوب الخيل وقال لها إنه فارسها السري. لينشينج اللي كانت مقتنعة إن تشوياو هو الدب طلبت منه يعلمها ركوب الخيل، لكنه رفض. لينشينج وهي متحيرة لاحظت الدب في الجامعة وقررت تواجهه، لكن لما وصلت لقت زي الدب مختفي. الحقيقة إن نينو كان شال راس الدب علشان يبرد، وما كانش عارف إن لينشينج قريبة. لكن لينشينج اللي كانت لسه مقتنعة إن تشوياو هو الدب تبعته وسألته مباشرة لو كان هو اللي جوه الظل. تشوياو وهو مستمتع بالموقف اتحداها في سباق الخيل ووعدها إنه هيكشف الحقيقة لو كسبت. لما لينشينج خسرت السباق مثلت إنها وقعت من الحصان على أمل إن تشوياو يساعدها زي ما الدب عمل قبل كده، لكن تشوياو اللي كان عارف إنها بتمثل سابها ومشي. وبشكل غير متوقع لينشينج فعلا وقعت وتعورت في كحلها. وهي بتعيط الدب فجأة ظهر، ولينشينج افتكرت إنه تشوياو جاي علشان يساعدها. في اللحظة دي نينو اللي كان لابس زي الدب بدأ يدلك كحلها. لينشينج حضنته وشكرته على مساعدته. تاني يوم في الجامعة لينشينج شافت تشوياو بيساعد طالب كان بيتعرض للتنمر، وده زود قناعتها إنه فارسها السري. وهي غرقانة في أفكارها عن تشوياو خبطت بالغلط في نينو ووقعت القهوة على نفسها. من غير تردد نينو خلع جاكيتته وحطه على كتاف لينشينج، وفي الوقت ده لينشينج كملت وهي بتتبع تشوياو طول اليوم. بعد شوية واجهوا نفس المجرمين اللي سبق وهاجموا لينشينج لما كانت مع الدب. المجرمين غلطوا وفكروا إن تشوياو هو الدب وقرروا ينتقموا منه، ونينو شاف خطورة الموقف وقلق على سلامة لين وقرر يتدخل. مع تشوياو ولينشينج واجهوا المجرمين وقتلوهم سوا. ورغم إن نينو اتصاب أثناء المواجهة حاول يخبي إصابته، لكن يو يونغ ظهرت وساعدته. لما تشوياو لاحظ الدم على كتف لينشينج أدركت إنه جاي من نينو وراحت بسرعة علشان تطمن عليه. وكعربون شكر لينشينج حضرت وجبة ووضعتها في خزانة نينو. بسبب غيرته من اهتمامها بنينو، تشوياو واجه نينو وقال إنها خطيبته. وفي اللحظة دي نينو فكره إن هو بنفسه قال للينشينج إنه مش عاوز يكمل الخطوبة. وبعديها تشوياو بقى أكتر إحباط لما اكتشف إن نينو بيعلم لينشينج الرقص، وعلشان مصمم إنه يسترجع اهتمامها جرها بعنف وقال لها إنه هو اللي هيعلمها، لكن طريقته الخشنة خلت الحصة غير ممتعة ليها.
وبعدين رجعت لينشينج البيت وبتلاقي نينو مستنيها هناك. وفي اللحظة دي نينو بدأ يدلك كحالها المصاب مرة تانية، وده خلاها محتارة أكتر. بدأت لينشينج تتسائل ليه تشو ياو ممكن يكون خشن معاها أحيانا لكنه كيرينج لما يلبس زي الدب. رغم إنها قالت الكلام ده لنينو لكنه أبدا ما اعترفش إنه هو اللي جوه زي الدب. وبعد فترة مع اقتراب حفلة الرقص استمرت لينشينج في التدريبات. فجأة تشو ياو أعلن إنه هيكون شريكها في الحفلة. وفي الوقت نفسه علشان هي مصممة على كشف حقيقة الدب راحت لينشينج المكتبة علشان تسأل عنه، لكن أمينة المكتبة قالت لها إن الدب في أجازة. ومن غير ما تعرف كان نينو مستخبي علشان يتجنبها علشان خايف إنها تكتشف هويته. في الحفلة لينشينج دخلت بطريقة مبهرة خطفت أنظار الكل. استنت تشوياو علشان يرقص معاها زي ما وعدها لكنه رفضها قدام الكل واختار يرقص مع يو يونغ. وهي مصدومة لينشينج شافت تشوياو بيبوس يو يونغ قدام الجميع، وده أهانها جدا خصوصا لأن الكل عارف إنه خطيبها. لما لينشينج كانت على وشك تضرب تشو يونغ بغضب نينو بلطف وقفها وبس ايدها وخدها الرقصة علشان ينقذها من الموقف المحرج ده. وبعد الرقصة واجهت لينشينج تشوياو وسألته ليه أهانها. رد عليها ببرود وحط صورة على الطاولة بتظهر لينشينج وهي بتبوس نينو أثناء دروس الرقص، ولمح إنها خاينة. وكأن الأمور ما كانتش سيئة كفاية واحدة سكبت مشروب على لينشينج وقالت لها إنها خاينة، وبسبب ده غادرت لينشينج الحفلة وهي منهارة وبتعيط. نينو شافها وتبعها لكن لينشينج فورا لمته وقالت إن كل ده حصل بسبب البوسة الغبية دي. نينو حس بالذنب ومعرفش يقول أي حاجة يواسيها بيها، ولينشينج مشيت بعيد وهي محطمة. لما رجعت لينشينج البيت مينجلي وبختها بغضب علشان سببت فضيحة، وأصرت إن الطريقة الوحيدة لإصلاح الموقف هي إنها تعلن خطوبتها لتشو ياو علنا. وفي حالة من اليأس رجعت لينشينج أوضتها وبدأت تعيط. وهي بتبص من الشباك شافت الدب واقف بره ماسك لفتة مكتوب عليها هكون دايما جنبك، وده بيقدم دعم صامت في لحظة حزنها. وبسبب ده اندفعت لينشينج نحو الدب وحضنته بقوة لدرجة إن قوتها خلته يتعثر، ونتيجة لده وقعت راس الدب وكشفت هويته الحقيقية. لينشينج اتصدمت واتجمدت وهي مش قادرة تصدق إن نينو هو اللي كان ورا زي الدب طول الوقت. ارتبكت وأحرجت وجريت على أوضتها وهي بتحاول تفهم مشاعرها. كانت فاكرة إنها بتحب تشوياو لكنها بدأت تدرك إن مشاعرها للدب كانت فعليا تجاه نينو. وبسبب ده لينشينج حست بالإحباط وبدأت تسرح مش عارفة إزاي تواجه نينو تاني. في الجامعة تشوياو واجه نينو وفكروا إن لينشينج خطيبته وإنهم قريب هيعلنوا خطوبتهم. وفوق كده تشوياو حذر نينو بقوة إنه يبعد عن لينشينج. بعديها بفترة قصيرة نينو راح المكتبة على أمل يقابل لينشينج لكنها ما جاتش. في البيت مينجلي واجهت لينشينج وقالت إنها عارفة إنها كانت بتقضي وقت مع نينو، ونتيجة لده حذرتها على الفور إنها لو ما بعدتش عنه هيكون في مشاكل لنينو. بعدين لما نينو وصل لبيت لينشينج علشان يديها درس خصوصي لينشينج رفضت تفتح الباب وقالت إنها مش حاسة إنها بخير وطلبت من نينو يمشي. وبخيبة أمل نينو راح المكتبة وكتب الدرس للينشينج وسابها لها الملاحظات هناك. ومن ناحية تانية لينشينج حست بعدم ارتياح بسبب إنها بتبعد عن نينو، والسبب هو تحذير مينجلي مش مشاعرها الشخصية. وعلشان كانت يائسة إنها تلاقي نينو خرجت لينشينج بسرعة من البيت علشان تدور عليه لكنها ما قدرتش تلاقيه في أي مكان. ومع بداية المطر نينو رجع لبيت لينشينج وساب كراسة بهدوء على بابها. لما لينشينج رجعت البيت لقت الكراسة وأدركت إن نينو هو اللي سابها لها، وده خلاها تحس بالذنب. في اليوم التاني أثناء الامتحان نينو فضل يدور على لينشينج ولما أخيرا وصلت بص ليها بحزن عميق حاسس إنها بتبعد عنه أكتر وأكتر. في اللحظة دي لينشينج كمان لاحظت إن نينو شكله تعبان وافتكرت إنه مشي تحت المطر علشان يوصل لها الكراسة. وعلشان قلقانة عليه لينشينج رجعت البيت وحضرت له شوربة. وفي اليوم التالي نينو فتح خزنته ولقى الشوربة وابتسم فورا، لكنه لما دقها اكتشف إن طعمها وحش جدا. نينو دخل الامتحان وهو بيبص على لينشينج بغيظ بسبب طعم الشوربة اللي خلاه يحس بغثيان. وبعد الامتحان لما لينشينج سألته لو كان عجبته الشوربة نينو علشان ما يجرحش مشاعرها كذب وقال إنها كانت لذيذة. ولما عرضت عليه تعمل له واحدة تانية نينو بسرعة رفض وجري على الحمام. وبعد فترة قصيرة أم تشوياو نظمت حفلة
ودعت لين شينج ويو يونغ. وأثناء الحفلة تشويو أهانت يو يونغ علنا وقالت إن ابنها مستحيل يتجوز بنت فقيرة زيها وإنه المفروض يتجوز لين شينج. ويو يونغ حست بالإحراج، لكن تشويو دافع عنها وهو ماسك إيدها قدام الضيوف، وبعد كده مشيوا سوا. والأول مرة لين شينج ما حستش بالغيرة، وبسبب ده مشت بعيد وقررت إنها مش هتقدر تكمل الخطوبة. وفي الناحية التانية تشويو اعتذر ليو يونغ على تصرف والدته، لكن يو يونغ اللي كانت لسه متضايقة مشيت وهي غاضبة. وبعديها راحت يو يونغ المكتبة اللي نينو بيشتغل فيها وبدأت تعيط قدامه، واعترفت إن عمرها ما حبت تشوياو، لكن أهلها كانوا فاكرين كده. وهي بتعيط استندت على كتف نينو، والمشهد ده شافته لين شينج وحست بالغيرة، ولين شينج أدركت إنها فعليا وقعت في حب نينو. اليوم اللي بعده لما اتعلقت درجات الامتحان، لين شينج ونينو صادفوا بعض وتبادلوا نظرات عميقة مليانة مشاعر ما اتقالتش. لكن فجأة يو يونغ شدت نينو بعيد، وده خلى لين شينج تحس بالغيرة والانزعاج، وحاسة إنها متضايقة من إن يو يونغ كانت قريبة من الشخص اللي هي بقت عايزاه. وبعديها من لي واجهت أم يو يونغ في مطعمها الصغير وهددتها وأصرت عليها تخلي يو يونغ تبعد عن خطيب لين شينج. لما يو يونغ عرفت بالكلام ده اتضايقت جدا، وفجأة يو يونغ راحت الجامعة وأعلنت لزمايلها إنها هتمشي بسبب لين شينج. لكن نينو رفض يصدق كلامها، عارف إن لين شينج مستحيل تعمل حاجة بالشكل ده. وعلشان كانت لين شينج عاوزة تدافع عن يو يونغ واجهت مينج لي وقالت لها إن يو يونغ مش مسؤولة عن كل اللي حصل. بعديها بدأت لين شينج وزمايلها يجهزوا لرحلة الحفلة الموسيقية. لما رجعت لين شينج أوضتها حست بعدم الراحة وما قدرتش تنام. علشان تلاقي شوية خصوصية راحت الحمام، لكنها اتصدمت لما لقت نينو هناك نص عريان، وده خلاها تتوتر جدا. وعلشان حاسة بالإحراج بعد اللي حصل، لين شينج اتلخبطت، لكن نينو اللي كان مستمتع بالموقف بدأ يهزر معاها ويقول لها إن وشها أحمر جدا. وهي محرجة لين شينج مردتش وخرجت بسرعة. وبعدها لما نينو لحقها بدأ يهزر تاني عن اللي حصل في الحمام، وهما بيهزروا لين شينج اتعثرت ونينو وقع فوقيها. وفي اللحظة دي زمايلهم دخلوا الأوضة وشافوهم في وضع محرج جدا. وبعد وقت قصير لين شينج لقت يو يونغ بتعيط وحاسة إنها مش مرغوب بيها، وفي إحباطها قالت لها لين شينج إن خطيبها تشوياو دايما معاها، وحتى نينو كان بيساعدها، ملمحة إنها شاطرة في جذب انتباه الرجالة. لما يو يونغ سمعت الكلام ده حست بالحزن أكتر وخرجت وهي غاضبة، وبسبب ده تشوياو اللي كان غاضب جدا لم لين شينج على حالة يو يونغ وطلب منها تلحقها. لكن لما لين شينج لحقت يو يونغ رفضت تتكلم معاها، وعلشان لين شينج حست باليأس رجعت في طريقها. لكنها وهي ماشية قابلت مجموعة من المتحرشين، وفي حالة ذعر اتخيلت الدب يجي ينقذها. وفي الوقت ده تشوياو كان حاول يواسي يو يونغ، لكنها بدل ما تفرح واجهته وقالت له إنه لازم يبطل يلحقها علشان واضح إن عنده مشاعر تجاه لين شينج حتى لو هو مش معترف بده. تشوياو ما قدرش يرد وفضل ساكت. بعد شوية لين شينج لقيت نينو بيظهر فجأة وبيساعدها وبينقذها من المجموعة دي، وعلشان حاسة بالراحة حضنته بقوة وشكرته إنه أنقذها. لكن نينو توتر وفقد وعيه، ونتيجة لكده لين شينج خدته البيت وقعدت معاه تعتني بيه. وبعد كده لقت لين شينج صندوق صغير في جيبته، ولما فتحته اكتشفت إن جواه زوج حلق. افتكرت وقت لما كانوا بيتسوقوا سوا، وافتكرت إنها ويو يونغ كانوا معجبين بنفس الحلق. علشان كده لين شينج ما كانتش عارفة لو كان نينو اشترى الحلق ليها ولا ليو يونغ. وبدافع الفضول لين شينج سألت يو يونغ ليه نينو توتر لما حضنته، وفي اللحظة دي يو يونغ شرحت لها إن نينو كان عنده أخت ماتت بين إيديه، ومن وقتها وهو مش قادر يتعامل مع البنات بشكل طبيعي. ولين شينج اتأثرت بالكلام ده وحست بإحساس أعمق مع نينو. والصبح اللي بعده لما نينو فاق اكتشف إن لين شينج كانت رسمة على وشه بطريقة فكاهية كنوع من الانتقام. نينو مسك قلم وحاول يرد، لكن فجأة لين شينج سألته لو كان عنده حاجة عاوز يديها لها، وبطريقة مشاغبة نينو حط قطعة عيش في إيدها وده خلاها تحس بخيبة أمل. لكن قبل الحفلة نينو طلع الصندوق بتاع الحلق واداهولها وده خلاها تبتسم. لين شينج حضنته على طول، لكن بسرعة بعدت فاكرة إنه بيتوتر من التلامس الجسدي. وفي الحفلة لين شينج ونينو قدموا أداء رائع وكان ناجح جدا وهم فخورين بإنجازهم. نينو مسك إيدها بعد الأداء وهم بيحتفلوا سوا. في الحفلة لين شينج شربت شوية ونينو قرب منها واعترف إنها بقت جزء مهم في حياته وإنه مش قادر يبعد عنها أكتر من كده. بس قبل ما نينو يبوسها
يو يونج قطعت اللحظة واعترفت بحبها لنينو، وعلشان اتفاجئ بالاعتراف ده معرفش يرد على الموقف. اليوم التاني يو يونج كانت بتعاني علشان تشيل شنطتها، لكن نينو عدى من جنبها وراح مباشرة للينشينج وعرض يساعدها. لما لينشينج شافت ده سألته ليه مردش على اعتراف يو يونج، لكنه ببساطة ضحك وقال إنها سخيفة علشان مش قادرة تعرف السبب. وفي بيتهم الأصلي أم لينشينج أجبرتها هي وتشوياو يعملوا جلسة تصوير للزفاف، وفي اللحظة دي لينشينج قالت لتشوياو إنها مش عايزة تتجوزه. تشوياو رد إنه هيتصرف، لكن اليوم اللي بعده لقى صور الزفاف منشورة في كل مكان، وده خلى لينشينج تحس بالخيانة. بعديها واجهت تشوياو وقالت له إنها ما عادش تقدر تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه نينو اللي كان مكسور القلب بعد ما شاف الصور قرر يبعد، لكن مهما راح الصور فضلت تطارده. نينو في الآخر رجع البيت وطلع كراسة لينشينج وبدأ يرسم صور ليهم سوا، وهو حاسس بشوق كبير وحيرة ناحية مشاعره تجاه لينشينج. الرسم كان طريقته إنه يعبر على إحساسه ويحاول يحتفظ باللحظات اللي جمعته بيها. كل ما يرسم أكتر كل ما يدرك أكتر قد إيه لينشينج مهمة بالنسبة ليه، وده زاد بإحباطه وحزنه من اللي بيحصل. في الآخر دمر الرسمة بنوبة غضب. وفي نفس الليلة نينو استقبل رسالة من يو يونج بتطلب تقابله في المكتبة اليوم اللي بعده، وفي نفس الوقت تشوياو خد لينشينج لنفس المكان اللي نينو ويو يونج كانوا مخططين يتقابلوا بيه. لما وصلوا تشوياو أصر إنهم يمثلوا إنهم بيتوعدوا علشان أهلهم كانوا بيراقبوهم. لما نينو ويو يونج وصلوا وشافوا تشوياو ولينشينج مع بعض نينو حزن جدا، وفي اللحظة دي يو يونج اعتذرت على إنها عبرت عن مشاعرها بشكل محرج، لكن نينو طمنها وقال لها إنه بيشوفها كصديقة بس. وبعد كده نينو مشي، لكن لينشينج جريت وراه، ولما لحقت بيه ركبت على عجلته وترجته ياخدها بعيد عن المكان ده. وفي الوقت نفسه الرجال اللي كانوا بيراقبوا تشوياو ولينشينج صوروا يو يونج وهي بتعيط وتشوياو وهو بيحضنها. الصور دي وصلت لمنجلي واللي على طول بعتت ناس يدمروا مطعم أم يو يونج. اليوم اللي بعده يو يونج قالت لنينو إن لينشينج ورا الهجوم، لكنه رفض يصدقها وأصر إنه عارف لينشينج كويس وإنها مستحيل تعمل كده. لما لينشينج وصلت الجامعة لاحظت إن الطلاب بيتهمسوا عليها، وكنتيجة لده تشوياو سألها لو كانت قالت حاجة لمنجلي، ولما لينشينج أنكرت قرروا يشتغلوا مع بعض علشان يوقفوا تصرفاتها. لينشينج رجعت البيت وواجهت مينجلي وطلبت منها تبطل تتدخل في حياة يو يونج علشان مش هتتجوز تشوياو. لما سمعت كده مينجلي على طول حبست لينشينج في أوضتها وكشفت لها إنها عارفة إن عندها مشاعر تجاه نينو. مينجلي كانت بشدة ضد العلاقة دي علشان شايفة إن نينو هيكون تشتيت للينشينج وهيعرض مستقبلها وسمعة العيلة للخطر. هي كمان كانت خايفة إن علاقة لينشينج بنينو تزيد تأثيرها عليها وتعقد موضوع الزواج المرتب مع تشوياو واللي كان أساسي لاستقرار العيلة المالي، ومع ذلك وعدت إنها تنتقم منه زي ما عملت مع يو يونج. في الوقت ده نينو لاحظ إن لينشينج محضرتش درس الموسيقى وهو قلقان عليها. قرر نينو يتسلل لبيتها، ولما شافه مدير البيت اتعمد يسيب له مفتاح الغرفة. وبعد شوية دخل نينو غرفة لينشينج، ولما حضنها بدأت تعيط وقالت له إنها خايفة، لكن فجأة دخلت من لينج الأوضة وده خلى لينشينج تبعد نينو عنها وتقول له إنها ألغت دروسها. وهو مصدوم نينو بيمشي من غير ما ينطق أي كلمة. بره البيت شاف نينو أم لينشينج الحقيقية واكتشف إن مينجلي هي زوجة أبوها بس، وبسبب ده نينو أضل الكل يفكر إزاي يتعامل مع الموقف الصعب ده. وتاني يوم مينجلي قالت للينشينج إنها عارفة إن لينشينج بتحاول تحمي نينو لكنها في الحقيقة كانت بتهرب من المواجهة. في الجامعة حاولت لينشينج تتكلم مع نينو لكنه مشي من غير ما يديها فرصة، وعلشان مصممة تعبر عن مشاعرها كتبت له رسالة، لكن وهي مرتبكة خبطت في تشو ياو وده اتسبب في إرسال الرسالة بالغلط. وعلشان كانت مترددة إنها تبعت الرسالة والرسالة اتبعتت راحت لحمام الرجالة وخدت موبايل نينو من خزنة حاجاته ومسحت الرسالة. ولما سمعت صوت رجالة بيقربوا من الحمام بسرعة خبت نفسها في واحدة من الكابينات. لما دخل نينو ولقاها بسرعة خباها بعيد عن الأنظار، وبعد ما خرج الرجالة ساعدها نينو إنها تطلع، لكنه لاحظ موبايله في إيديها وده خلاه يتلخبط. رغم كده لينشينج ما شرحتش حاجة ومشيت، وبعد فترة قصيرة قرر تشوياو ينظم ماتش تنس. وقتها لينشينج لاحظت إن نينو كان بيعاني وهو بيلعب بسبب إصابة، وافتكرت إن الإصابة
حصلت لما دفعته قبل كده. بعديها يو يونج انضمت لفريق نينو، ولينشينج عمدا كانت بتبعت الكورة ليو يونج بدل ما تبعتها لنينو. ولما لينشينج وقعت على الأرض نينو كان عاوز يساعدها، لكن تشويا سبقه وده ضايق نينو وخلاه يسيب الماتش. بعد كده بشوية مدير الجامعة قال لنينو إن عنده فرصة يكمل دراسته بره. وفي نفس الوقت لينشينج راحت للمكتبة، ولما شافتها أمينة المكتبة قالت لها إن نينو استقال وإنه مسافر للخارج. أمينة المكتبة كمان سلمتها كراسة كان نينو سايبها لها، وبسبب ده جريت لينشينج للجامعة علشان تلحق نينو قبل ما يسافر. لكن يو يونج وقفتها وهددتها إنها هتكشف إنها بنت غير شرعية وإن مينج لي مش أمها الحقيقية. لكن لينشينج قررت إنها تكشف الحقيقة للطلاب قبل ما يو يونج تعمل كده. وقبل ما لينشينج تعترف بمشاعرها تجاه نينو، فجأة تشو ياو قطع اللحظة وبسها قدام الكل وأعلن إن ما يهموش لو كانت شرعية ولا لأ، هو معجب بيها بأي حال. وده صدم الكل بما فيهم نينو. وفي الأيام اللي بعد كده واجهت لينشينج تنمر من الطلاب، لكن تشو ياو ونينو كانوا بيدافعوا عنها. وفي نفس الوقت حاولت لينشينج أكتر من مرة تتكلم مع نينو، لكنه ما كانش بيديها فرصة. وخلال الوقت ده عائلة تشو ياو لغت خطوبة لينشينج وتشو ياو بسبب الأحداث الأخيرة. لكن تشو ياو أصر إنه ما يسيبش لينشينج علشان سبب تافه زي ده. وفي الوقت نفسه ظهر شخص غريب اسمه داناير وبدأ يراقب لينشينج. لما رجعت لينشينج البيت مينجلي اعتذرت عن كل حاجة حصلت وقالت لها إنها تقدر تتجوز اللي هي عايزاه وإنها مش هتستغلها تاني علشان تحمي الشركة. بعد كده راحت مينجلي لشركتها علشان تقابل الشخص اللي استولى عليها، وطلع الراجل ده كان بيحبها من زمان. لكن مينجلي قالت له إنها عمرها ما حست تجاهه بأي مشاعر وإنها كانت دايما بتحب والد لينشينج ولو الزمن رجع هتختاره تاني. وقتها مينجلي كمان قالت إنها بتحب لينشينج زي بنتها وإنها مش هتأذيها تاني. وبعديها أعلنت إفلاسها وانتقلت تعيش مع أم لينشينج الحقيقية في بيتهم البسيط. وفي نفس الوقت داناير اتلقى أوامر إنه يخطف لينشينج. وفي مكان تاني تشوياو ونينو كانوا مع بعض، ونينو عبر عن مشاعره تجاه لينشينج لكنه قال إنه هيسافر بره. والنتيجة لكده تشوياو حس بالذنب علشان عارف إن لينشينج بتحب نينو ما بتحبهوش هو. وقبل ما يسافر نينو اعترف بحبه للينشينج، ولدهشته هي اعترفت كمان إنها بتحبه من البداية. لكن بسبب وضع مينجلي الصعب حست لينشينج إنها ما عندهاش خيار غير إنها تتجوز تشوياو، وفضلت تعيط على الوضع ده. ومع ذلك نينو حاول يواسيها ويطمنها إنه هيكون دايما جنبها مهما حصل. بعد كده بشوية يويون كمان راحت تعتذر للينشينج واللي سمحتها بالفعل. في اللحظة دي ظهر داناير وخطف لينشينج قدام يو يونج، وبسبب كده يو يونج على طول اتصلت بنينو وتشو ياو وأخبرتهم باللي حصل. ومن غير تضييع وقت جريوا بسرعة على المكان، ولما نينو تسلل واجه داناير وقتله. لحسن الحظ نينو قدر ينقذ لينشينج وساعدها تهرب بمساعدة تشو ياو ويو يونج. وبعد كده بشوية لينشينج فاقت في المستشفى ولقت أمها الحقيقية ومينجلي جنبها. وقتها مينجلي كانت بتعيط ووعدت إنها مش هتضحي بلينشينج تاني علشان مصالحها الشخصية. وبعديها دخل نينو الأوضة وهو لابس زي دب، وده خلى لينشينج تبتسم من الفرحة. وبعد كده انضم نينو لباقي أصحابهم، ولما لينشينج خرجت من المستشفى لقيتهم بيعزفوا موسيقى عشانها. وفي نفس الوقت نينو وهو لابس زي الدب قدم لها خاتم زواج. وفي كده القصة بتنتهي. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتدوني رأيكم في التعليقات. بحبكم قوي. باي باي.